أول مرة أجرب معون هذا الكبة اللي يبيعوه بكل المحلات. فبين ما أني أنتظر بنتي وتأخرت وما ظل عندي وقت أسوي غدا، فلقيت هذا المعون بالأسواق، فقلت يلا خلي أجربه ما طول الكل يحمد بيه، وراح أجربه اليوم وياكم. طبعا أنا هنا دا أسوي الشوربة، قطعت بصل وثوم وخليت زيت بالجدر ودا أحمس بيه إلى أن يتغير عندي اللون ويذبل ويصير لونه ذهبي. هنا أني منقعة عدس وخلويات تمن شوية مو هواية، كلش تمن قليل. هسه ضفت العدس بعد ما صفيته من المي تماما وتحمر عندي البصل. ما أحمسه هواية العدس حتى ما تروح النشا كلها مالته، مجرد بس تقليبة خفيفة وأرش عليه البهارات. بهارات رشة من الكركم ورشة من الكمون. هنا الكمون أني عندي حب، دائما أحب أجيب البهارات حب، ما أحب أجيبها مطحونة. خليت مي بالجدر وغطيته. وهنا أني خبزت خبز حار عيني ومقسب. لا كذب والله دزولية. ليش أكذب عليكم دزولية. وهنا الشوربة بعد ما، بس معلومة عن الشوربة، طبعا الشوربة أول ما فارت نصيتها، بعد ما انمرد عندي العدس والتمن خلطتها بالخلاط، وبعدين ضفت آخر شي عليها الشعرية. وبعد ما استوت عندي الشوربة وصارت عندي جاهزة خليت الكبة. كتبوا لنا بالتعليقات شنو اتغديتوا اليوم. طبعا أنا زوجي ما ياكل هالسوالف شوربة وكبو هاي، فبس أنا والجهال تعرفون الجو بارد، فالشوربة كلش يعني مفيدة بهذا الجو. صدق قولوا لي شنو معاناتكم ويا الصف الأول. أنا معاناتي لا تعد ولا تحصى. لا كذب، ما كذب عليكم. اليوم هواي كذبت عليكم. لا ما كذب عليكم، بس لا الحمد لله تأخرت ويا بنتي، فمجرد ما جبت هذه الكبة وقلت خلي أجربها شوفها طيبة لا. وهسه راح أذوقها وياكم وأقول لكم على رأيي الصراحة، يعني ما أكذب ولا أقطع رزق أي أحد. شوفوا أني أكلتها طعمها عادي، يعني تمشي الحال. يعني مثلا إذا كنتي مستعجلة وما تقدرين تلحقين تسوين كبة وهاي تفيدك بهذه الشغلة.